عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض صوابع جيجي بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهتبقى صيامي، وهنقدمها كمان مع صوص شوكولاته اقتصادي وصيامي في نفس الوقت. يلا نبدا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. مبدئيا كده هنزل معايا بنص كيلو من الدقيق، عليه رشه من الملح، وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من الخميره، معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلب الكلام ده كله مع بعضه. ونص كيلو من الدقيق، يعني 3 كوبايات ونص من المج بتاع الشاي اللي هو المج اللي بودن ده العادي، او 4 كوبايات من الكوباية المعيارية. تمام كده. بعدين بعد ما خلطناهم مع بعض هنزل عليهم بنص كوباية من المادة الدهنية. هتحطي زيت بس؟ تمام. هتحطي زيت وزبدة؟ تمام، بس لو هتعمليها صيامي يبقى بلاش زبدة. هتحطي زيت وسمنة؟ تمام. المهم نص كوباية من المادة الدهنية. تمام كده. هقلب بقى كده الدقيق بتاعي مع المادة الدهنية اللي حطيناها. نص كوباية من المادة الدهنية، انا حطيت سمنة على زيت، وكانوا السمنة سايحة يعني مع الزيت، ونزلت بيهم كده على الدقيق بتاعي والخليط المواد الجافة اللي عملناهم مع بعض، وبنفضل نبسهم كده كأنك بتعملي الكحك بالظبط. وبعدين هنزل عليهم بقى بالمية بتاعتي بالتدريج، وهنعجن كده ونلم العجينة بتاعتنا لحد ما هنوصل القوام اللي هوريهولك دلوقتي. العجينة تتلم معاكي وهيبقى قوامها حلو، ولا هي بتلزق ولا كمان هي طرية قوي ولا كمان ناشفة. هوريكي شكلها عاملة ازاي دلوقتي. هنفضل نعجن كده ونزود مية بالتدريج واحدة واحدة. هنا العجينة بتاعتي كانت اتلمت زي ما انت شايفة كده، شكلها عاملة ازاي والقوام بتاعها عامل ازاي. شايفين عاملة ازاي؟ حلوة جدا، مش بتلزق، وفي نفس الوقت طرية شوية مش طرية قوي. وهنشتغل في العجينة بتاعتنا على طول، مش بنسيبها ولا ترتاح ولا تخمر ولا اي حاجة. هحطها كده على المفرش بتاعي وهقطعها لكور. انا هقطعها على 5 قطع زي ما انت شايفة كده. كده معايا 5 قطع من الكور كده. هاخد اول واحدة واشتغل فيها على طول. هفردها كده بايديا، وبعدين هجيب النشابة وهفردها علشان اعملها على شكل دايرة. هتفردي القطعة بتاعتك على شكل دايرة بالشكل ده، وهتكون مش رفيعة قوي ومش مش سميكة قوي، يعني حوالي 2 سنتي كده العلو بتاعها، وتكون على شكل دايرة بالشكل ده. هجيب بقى الرول بتاعتي او سكينة مفيش مشكلة، وهقسمها على 12 قطعة. هقسمها كده على 4، وبعدين هاخد كل قطعة وهقسمها على 3 زي ما انت شايفة كده. يبقى كلها مع بعض 12 قطعة. تمام، 12 مثلث. هاجي بقى من الاول كده وهاخد اعملها زي الرول بالشكل ده، وهضغط عليها من ورا، وفي الاخر هلزقها كده واضغط عليها علشان تمسك في بعضها. بس افضل طريقة علشان ما تفكش معاكي في الزيت، تجيبي كوباية مية كده او طبق فيه حبة مية جنبك، وتحط صباعك في المية وتحطيها على الطرف اللي انا حاطه صباعي عنده ده اللي هو بقفله في الاخر. تحطي صباعك اللي حطيتيه في المية على الطرف بالشكل ده، وتقفلي عليها. هتقفل معاكي ومش هتفك معاكي خالص. امشي بالخطوات اللي بقولك عليها بالظبط، مش هتفك معاكي نهائي في الزيت. تمام، علشان هوريكوا الفرق ما بين وهي مش ملزوقه كده وهي ملزوقه. دي الكميه بتاعتي كلها. هروح بقى على الزيت ده، زيت سخن غزير، هيكون على درجه حراره عاليه لحد ما يسخن كويس، وبعدين ههدي النار حاجه بسيطه تكون على درجه حراره وسط بس مش واطيه قوي. تمام. هنزل بقى بالكميه بتاعتي كده على حسب ما الطاسه بتاعتك تشيل، هتنزلي كده بيها. وعايزه اقولك ان اول مره عملت يعني
اول حبه حطيتهم في الزيت دول انا ما كنتش عاملاهم بميه، ما كنتش لازقه الطرف بتاعهم بميه، فزي ما انت شايفه كده بداوا يفكوا حاجه بسيطه، هم ما فكوش قوي، اللي هو شكلهم ما بقاش مفتوح قوي، بس اتنفخوا كده وبداوا يفكوا شويه. فانا رجعت عملت عليهم الطرف كده بس بالميه، زي ما قلت لك هتحطي صباعك في ميه وتحطيه على الطرف وتلفيها، هتلاقيها لزقت معاكي ومش هتفك معاكي خالص في الزيت. تمام. هوريكي الفرق ما بين الاتنين دلوقتي بعد ما يطلعوا من الزيت. بعد ما بياخد لون بالشكل ده هترفعيهم وهتفضلي تقلبي طبعا في الحبة الباقيين دول لو مش واخدين لون علشان ياخدوا لون، وبعدين هنطلعهم مع بعض وهنرجع نحط الباقيين اللي انا لزقتهم بمية وهوريكي الفرق ما بينهم. تعالوا نحط باقي الكمية كده. عايزه اقولك ان هي وصفه سهله جدا وطعمها حلو قوي، مش هتاخد معاكي وقت خالص، يعني في نص ساعه تكوني مخلصاها. شايفين؟ هتطلعيها بالشكل ده بعد ما تاخد لون. شايفين دي ملزوقه ازاي وماسكه نفسها ازاي وما فتحتش في الزيت؟ هوريكم برضو الفرق ما بينهم من قريب علشان تعرفوا الفرق ما بين الاتنين. هطلعهم بقى على الشربات بتاعي. الشربات بتاعي شربات تقيل، يعني كوبايتين من السكر على كوباية من المية، هحطهم على النار وهحط عليهم عصرة ليمونة، وبعدين لما بكون خلاص هطفي النار بتاعتي بحط عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. وطبعا الشربات بتاعك يكون بارد، والصوابع جيجي بتاعتك تكون طالعة سخنة من الزيت، بتنزلي بيها على طول في الشربات، بتقلبيها كده وبتروحي مطلعاها على طول. شايفين شكلها حلو قوي على فكرة، وطعمها فعلا حلو جدا. تعالوا بقى نعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي الصيامي. هنحط معانا نص كوباية من لبن اللوز او لبن جوز الهند، عليه نص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الخام، نص كوباية من الزيت. هضرب الكلام ده كله مع بعضه بالهاند بلندر او بالخلاط. لو انا مش عايزة استخدم لبن اللوز او لبن جوز الهند او مش متاح عندي، حطي مكانه نص كوباية من المية، علشان الكاكاو الخام هيبقى تقيل قوي في الطعم، فتستخدمي كاكاو اللي هو العادي بتاع الشرب مش كاكاو خام. يبقى نص كوباية من المية، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو العادي بتاع الشرب، ونص كوباية من الزيت. هتضربيهم برضو مع بعض كويس جدا وتقدميهم كده بالهنا والشفا، يطلع معاكي احلى صوص شوكولاتة طعمه حلو جدا ومن غير شوكولاتة واقتصادي وبكل سهولة. شوفوا بقى شكل الطبق بتاعنا عامل ازاي، حلو جدا. تاكليه كده او تاكليه مع الصوص، طعمه حلو جدا، هيعجبكم قوي، جربوه وهيعجبكم. وده الطبق اللي انا عملته في الاول اللي هو كان فتح مني ده شوية. انا عايزة اوريكم الفرق ما بين الاتنين علشان تعملوا حسابكم وتلزقوهم من الاول. تحطي صباعك في المية وتحطيه على الطرف وتلفيه، هيلزق معاكي بكل سهولة. شايفة شكله عامل ازاي؟ ده الفرق. شايفة دي مفتوحة ازاي بالشكل ده، لكن التانية ملزوقة وملفوفة ما فتحتش نهائي. عايزة اقولك ان الطبق الكبير ده شوية اللي هو ده انا عاملاه بالشربات اللي هو الدايت، علشان كده اللمعة بتاعته مش باينة قوي. يعني عملت بالشربات اللي هو السكر الدايت، علشان كده الشربات مش باين عليه قوي. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. ولو اول مرة بتشوفوني تشتركوا وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل. واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.